كم مرة حلمت إنك تحقق إنجاز أكبر من اللي بتتمناه ومسكت في كل فرصة جت قدامك، والنتيجة إنك بتستمتع بالإنجاز ده؟ فياريت تشاركني بتجربتك اللي مريت بيها ومستني تعليقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إسلام أسامة وأنت تتفرج على القناة فهمني. فكرة القناة إن أقرأ كتاب وأفهمه بحيث إن أنا أوصل لك تجربة أشخاص وصلوا لمكانة معينة وبيحاولوا يسهلوا عليك الطريق، فلو حابب تستفاد اشترك في القناة. الدرس الرابع والخامس والسادس يا صديقي من كتاب أسرار عقل المليونير للكاتب هارفي إيكر. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن 3 أسرار من أسرار عقل المليونير، فلو عاوز تصنع حياتك نحو الثراء وتكون ملتزم في كل خطوة تاخدها فالفيديو اللي فات هيساعدك جدا، وفي الفيديو ده هتفهم إزاي تحلم أحلام كبيرة وتنتهز كل فرصة قدامك. فيلا حضر كوب قهوة وصلي على النبي وندخل في المفيد. ورقة وقلم يا صديقي زي ما اتعودنا كل مرة وجاوب على السؤالين دول، وعاوزك تحتفظ بالورقة اللي جاوبت فيها عشان في كل مرة تقف ترجع لهم تاني. وسؤالي الاول ليك، كم فرصة جات لك دلوقتي وعرفت تستثمرها وتحقق انجاز؟ ولو جات لك الفرصة وضاعت منك فاكتبها برضو واكتب سبب ضياعها. وسؤالي التاني، ايه الحلم الكبير اللي بتحاول توصل وخدت فعلا خطوات لتنفيذه؟ ما تكسلش واكتب الورقة واحتفظ بيها وارجع لها باستمرار. وده ياخدنا للسر الرابع، الأغنياء يحلمون أحلاما كبيرة. واحد فينا فتح مشروع وحاول يدخله دخل إضافي جنب وظيفته أو دخل معقول يسنده في الحياة. طيب كم واحد فكر بعد ما فتح المشروع ان هو يكبره؟ بدل محل يبقى سلسلة محلات، بدل سنتر او ابليكيشن يبقى مجموعة سناتر او مجموعة ابليكيشن. هو ده تفكير الاغنياء، ما بيبصش على نطاق ضيق، دايما بيبص للفرص اللي حواليه وبيحاول يستغلها. عشان كده هتلاقي ان في شخص واحد غني بيمتلك كذا حصة في كذا شركة وفي كذا مجال، فلو في مجال اتأثر في مجال تاني شغال وبيحقق له ربح. واكيد انت شفته في اخبار رجال الاعمال، تلاقي مثلا رجل اعمال في شركة من شركاته فلست بس تلاقيه لسه بنفس قوته لان دي شركه من مجموعه شركات عنده. يتاثر بس مش الاثر اللي في دماغك، على نقيض واحد عاش على مشروع واحد بس، لو وقع هو وقع معاه. واحد يسالني دلوقتي انا اصلا لسه ما فتحتش اي حاجه وانت جاي تكلمني افتح مشروع واثنين وثلاثه. طب افتح مشروع واحد بس الاول وبعدين افكر في الاثنين والثلاثه وغيرهم يعني. طيب بص هضرب لك مثال، عندك قطعه ارض او عاوز تشتري قطعه ارض وربنا وفقك واشتريتها، وتفكيرك قبل ما تشتري الارض ديت انك تبني 5 ادوار. فهوب اول ما الارض تيجي هتعمل ايه؟ هتقوم باني الدور الاول وهتنيك مركز انك تبني الدور الثاني والثالث لحد ما توصل للخامس. طب لو تفكيرك من الاول انك تبني دور واحد وتقف، خلاص هتبني وتشطب وتقعد وفي الاخر هتندم بعدين لما ما تقدرش تبني باقي الادوار. هتقول يا ريتني ده كان في فرص قدامي وانا اللي ما استغلتهاش. هو ده اللي بكلمك فيه، وده السر الخامس، وهو ان الاغنياء بيركزوا على الفرص. فبيقولك هارف، انا في اول حياتي كنت عاوز افتح مطعم بيقدم فطائر حلويات، فقررت ان ادرس السوق اشوف ايه الاجهزه اللي انا محتاجها وايه نوعيات الحلويات والفطائر اللي انا هقدمها، وبدات ادوق نوعيات الحلويات عشان اوصل للافضل. والنتيجه ان اتخنت من الاكل، ولقيت ان افضل طريقه عشان اتعلم المجال دوت ان اتوظف فيه واتعلم عملي وليس نظري، وده اللي اتكلمنا عليه في سلسله الاب الغني والاب الفقير. فبيقولك اشتغلت في مطعم عينوني فيه بغسل صحون وارضيات. كانت من وجهة نظر ناس كتيرة ازاي هتقبل بالشغلانة ديت، بس انا طبعا ما كانش عاملني الكلام ده كله بالمرة. المهم ان انا اوصل للي انا عاوزه. المهم دخلت الوظيفة من هنا وحاولت ادعبس، حاولت اشوف ازاي بيشتغلوا وايه التجديدات اللي بيعملوها في المكان وايه الارباح اللي بيحققوها وايه المصروفات واسماء الموردين اللي بيجيبوا منه. وفي اوقات كتيرة كنت بساعد الخباز في شغله. وفات اسبوع ولقيت المدير بعتني في مكتبه وعازمني على الفطاير اللي بيقدموها وعاوز يرقيني لصراف، بس انا رفضت. ورفض دوت كان بسبب اني ما عجبنيش الفطائر، وكمان مش هتعلم اي حاجه جديده، وكمان مشروع الفطائر اللي انا كنت عاوز افتحه ما بقيتش حابه ولا عاوز افتحه اصلا. شوف انت لما بتعجب بحاجه، مثلا انك تفتح مشروع او تتعلم حاجه وتمشي فيها شويه وتقول مش هو ده اللي انا عاوزه، مش هو ده شغفي، وتقفل من الموضوع خالص. هو ده اللي حصل. فبيقول لك انا بعد ما استقلت من المكان لقيت الخباز اللي كان بيشتغل معايا بيكلمني وبيقول لي في مشروع احذيه رياضيه عاوزين نفتحه مع بعض، بس للاسف وجهات نظرنا ما كانتش واحده. وفي النهايه بدات في مشروع الاحذيه لوحدي، وفتحت اول محل لبيع الاحذيه الرياضيه لحد ما وصل بيا الحال اني فتحت سلسله محلات احذيه رياضيه. فشوف يا صديقي، الفرصه بتجيب فرصه تانية. يعني نيته كان يفتح مشروع فطائر وانتهى بيه الحال انه يفتح مشروع احذيه. فالموضوع يا صديقي مش مساله حظ زي ما احنا متصورين. في اوقات كتيره فيها حظ، بس الحظ ده جه بناء على ايه؟ انك انت اتحركت واخدت خطوه ومشيت في الطريق. الحظ مش هيجي لك وانت قاعد في البيت وما بتعملش اي حاجه، وده
ياخدنا للسر السادس. الأغنياء يعجبون بالأغنياء والناجحين. عمرك ما هتلاقي واحد ناجح قاعد على القهوة ومضيع حياته، دايما الناجحين والأغنياء هتلاقيهم في مكان واحد. فالفكرة اللي بحاول أوصلها لك، لو عاوز تكون ثري أو تكون ناجح في حياتك فركز على إنك إزاي تبدأ وتستمر، ولو عاوز تبقى فقير فركز على إنفاقك للأموال. الفلوس اللي تدخل لك اصرفها كلها. عارف ممكن تقرأ 1000 كتاب وتحضر 1000 محاضرة عن النجاح، ولكن في النهاية هتوصل لنفس الكلام اللي بقوله. ومن هنا انتهت الحلقة، ومستنيك في الحلقة اللي جاية واللي هنتكلم فيها عن باقي الأسرار. ما تنساش بقى تشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية لعلك تنتفع بها وتفيد غيرك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.